اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. النهارده معانا مراجعه فيلم بن هير. الفيلم بيحكي احداث قديمه في مدينه فلسطين لما كان محتلها الرومان. بيتناول شخصيه اسمها جودا بن هير، كانت عايشه في المدينه دي وكانت من الاثرياء. My family was one of the most respected in Jerusalem. كان عندهم زي واحد متبنينه في العيله وكان بيعتبره زي اخوه اسمه مسالة. Welcome home. Please, I need you to tell me who our enemies are. Masala, I won't name names. كانوا عايشين مع بعض اثناء فترة بقى الاحتلال الروماني، ولكن مسالة ده كان عايز ينضم للجيش الروماني عشان يرفع من شأنه ويجيب فلوس عشان يقدر يتجوز اخت جودة، وبالفعل بيلتحق بالجيش الروماني. Their power. وبعد كده بيحصل موقف مهم ان الجيش الروماني بيكون معدي، فبيطلب مسالة من اخوه جودة ان هو يأمن الحتة اللي هيعدي منها الجيش، ولكن جودة كان بيقوي احد الناس اللي هم بيكرهوا الجيش الروماني عنده، ويقوم الشخص ده باطلاق سهم على القائد بتاع الجيش الروماني اللي هو اللي معدي، ولكن مسالة بينقذه. فبعد كده بيخش الجيش الروماني وياخدوا جودة ده معاهم. Till we were betrayed by my own brother. You know we've done nothing wrong. Rome's calling for blood. Crucify them. بياخدوا جودة ده معاهم وبيعذبوا أهله، وبعد كده بيحقد جودة بقى على مسالة ده اللي كانوا مربينه معاهم وكانوا بيعتبروه زي أخوهم، وبيحاول ينتقم منه في بقية أحداث الفيلم. I won't let Masala go unpunished for what he's done to us. لغاية ما بيوصلوا للصراع في حلبة السباق الروماني في نهاية الفيلم. شخصية جودا بن هير بيقدمها جاك هيوستن، كان ظهر في فيلم أمريكان هاسل، وبالفعل بينجح بتقديم الشخصية دي وبتقديم المعاناة اللي بيعانيها لما بيتأثر عند الجيش الروماني. مورجان فريمان طبعا كل ظهور له بيبقى مميز في جميع الأفلام فيه، برغم إنها بتكون أدوار ثانوية. هنا بيظهر بشخصية شيك إدريم اللي هو بيساعد جودا بن هير إن هو ينتقم من أخوه مسالة. What is your name? Benha. شخصية مسالة بيقدمها توبي كيبل، كان ظهر في دون اوف بلانيت اوف ايبس، برنس اوف بيرشيا، وور كرافت، افلام كلها قوية. وبالفعل هنا بينجح في الفيلم في تجسيد شخصية قوية عنيفة مشاعرها ضعيفة، كل اللي بيبحث عنه هو المجد والشهرة والفلوس. بالنسبة للممثلات اللي اشتركوا في الفيلم معظمهم كانوا مش مشهورين ما عدا ايلت زورر اللي ظهرت في انجلز اند ديمونز ومان اوف ستيل. الموسيقى كانت مميزة وجميلة في الفيلم ده، اللي قام بيها ماركو بلترامي، كان عمل جادز اوف ايجيبت، ماكس بين، اندر وورلد، ايفوليوشن، اي روبوت، وورلد وور زد، افلام كتيرة جدا دي اشهرها. الفيلم من اخراج تيمير كامبنبيتا، ده مخرج كازاخستاني. من اشهر افلامه كانت وونتد مع انجلينا جولي في 2008، كان طبعا اخراجه حلو جدا، وفي تبطيء الوقت مع الرصاص ده كان من اشهر المشاهد اللي موجودة في الفيلم. الفيلم طبعا كانت ميزانيته عالية 100 مليون دولار، ولكن الفيلم ده بينتمي الى افلام انا بسميها فيلم المشهد الواحد. يعني الفيلم كله بيدور في سرد احداث جودا بن هير ما بين ازاي كان عايش مع اهله وازاي أثر والتعذيب اللي بيشوفه، ولكن الفيلم بيدور كله على مشهد واحد حوالي ربع ساعة في الآخر، اللي هو مشهد العربيات الحربية اللي بتجرها الخيول في الآخر. ولكن هو مشهد جميل متنفس حلو، بيقعد فترة حوالي ربع ساعة بيحسسك بالإثارة. فده من أفلام المشهد الواحد، ولكن ده ما يمنعش إن هو كان فيلم جميل وأنا استمتعت بمشاهدته. في بقى نوع تاني من الأفلام اللي هو بطلق عليه فيلم التريلر، اللي هو ممكن الفيلم يكون كل المشاهد المهمة فيه جت في التريلر، فانا لما بخش الفيلم ما بتفاجئش باي مشاهد جديدة. ودي طبعا بتبقى افلام ميزانيتها ممكن متوسطة او قليلة شوية، زي مثلا ممكن كريمزون بيك او لايتس اوت. الفيلم طبعا كان متصور بتقنية ال 3D، وكتقييم عام انا ادي الفيلم ده حوالي 7/10. واتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ولو عجبكم طبعا ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة لمزيد من الفيديوهات القادمة ان شاء الله.